اهلا بيكم في فيديو جديد. لو قلت لكم ان في اكله يعني مش هقول انها مكروهه، ولكن هقول ان كتير مننا مش بيفضلها، خصوصا اولادنا الصغيرين. هتتحول لادمان بعد ما تشوفي الفيديو ده. مش عارفه اذا كنتي هتصدقيني ولا لا. الاكله بتاعتنا زي ما هو واضح كده طبعا، طاجن الكوسه باللحمه. النهارده هتغيري رايك تماما عن الكوسه، لاني انا النهارده هشارك معاكي طريقتي الخاصه اللي انا معتمداها من سنين، واللي هتخليكي تعشقيها. 3 تركات هتخلي الطبق طعمه مش طبيعي. هقولك ازاي اللحمه تطلع معاكي دايبه في قلب الطاجن، وكمان الكوسه تطلع مستويه وفي نفس الوقت مش مهريه. يلا بينا ندخل على طول على الوصفه بتاعتنا، مش هنضيع وقت. واول حاجه هنعملها ان احنا هنغسل الكوسه بتاعتنا، نراعي ان احنا وهنبتدي نقشرها. الكوسه ان احنا ناخد طبقه خفيفه كده من فوق، ما نجرش على الطبقه الخضراء اللي من تحت، لان هي دي اللي بيبقى فيها القيمه الغذائيه، بتبقى بالمنظر دوت. بناخدها على طول نغسلها. بعد ما بنغسلها بنبتدي نقطعها. لما نيجي نقطع الكوسه المفروض ان احنا بنقطعها شرايح بتبقى عريضه شويه علشان الكوسه ما تتهريش معانا في قلب الطاجن. كمان عندي النهارده في الفيديو هقولك على تركه تانية برضو بتحافظ على الكوسه انها تبقى مش مهريه معايا في قلب الطاجن، ومحافظه على لونها وعلى قوامها. بعد ما بنقطع الكوسه بالشكل ده شرايح عريضه، بنغسلها كمان تاني وبتبقى جاهزه معايا، وبسيبها على جنب. طبعا ممكن نسيبها في ميه علشان ما تسودش معانا، على ما اللحمه تستوي وبقيه المكونات بتاعتنا تخلص. تمام. ادي اللحمه بتاعتي انا بقطعها لقطع صغيره. واحلى لحمه تستخدميها للطواجن هي لحمه السن يا جماعه. دي حته لحمه من السن قطعتها وهبتدي اسويها. انا النهارده هسوي في حله الضغط، انت طبعا ممكن تسوي في حله عاديه. حله الضغط فيها ميه بتغلي، وفيها بصل، وفيها الملح والتوابل بتاعتها وكل حاجه. بغطي عليها وبسيبها كده على جنب لحد لما تستوي 80%، يعني ما اخليش اللحمه تستوي استوى كامل. تمام. هسيب اللحمه بتاعتي كده على جنب، وهنبتدي نجهز باقي الحاجات. طبعا اول حاجه بنعملها برضو هي الصلصه. انا عندي هنا 1.5 لتر من عصير الطماطم دوت لتر، ولسه كمان هعصر نص لتر كمان، علشان انا النهارده عامله 1.5 كيلو من الكوسه. كل كيلو من الكوسه بياخد لتر من عصير الطماطم. وطبعا اهم حاجه ان احنا نصفيه من القشر والبذر. باخد لتر عصير الطماطم دوت او اللتر ونص اللي عندي دول، وبروح بيهم على النار. بس قبل ما اروح بيهم على النار هضيف ليهم شويه اضافات. اول اضافه وهي هضيف معلقه كبيره من معجون الطماطم. ده معجون طماطم مركز، هضيف معلقه منه واحده بس. لو المعجون العادي بتاعنا ضيفي معلقتين من الصلصه. ضفت كمان رشه من الملح، وهضيف هنا اهم سر في الكوسه النهارده يا جماعه، وهو معلقه صغيره من السكر. طبعا احنا كلنا لما بنعمل حاجه مسبكه بالطماطم كده بنضيف رشه سكر، بنقول يعني علشان رشه السكر بتعادل حموضه الطماطم، وكمان بتديني تسكيره حلوه. ولكن هنا انا عايزه اقول لك تزودي رشه السكر شويه في الكوسه، وكمان بتبقى مهمه جدا جدا مع الكوسه، بتدي طعم خرافي يا جماعه، لان الكوسه اصلا دلعه. فمعلقه السكر دي بتوديها في حته تانية خالص. مش قادره اقول لكم يعني ايه اللي بيحصل في الطاجن من معلقه السكر دي. كمان بنضيف عليها معلقه كبيره من السمنه البلدي، وبنرفعها. دلوقتي بقى خلاص الصلصه على النار بتتسبك، واللحمه كمان على النار بتستوي. هنبتدي نجهز البصله. انا هستخدم النهارده بصلتين كده كبار، علشان عامله 1.5 كيلو. لو انت هتعملي مثلا كيلو او كيلو الا ربع، اعملي بصله واحده بس. انا النهارده هعملها على يعني هفرمها على ايدي كده بالسكين شرايح رفيعه. لو حابه تعمليها على الكبه براحتك يعني خالص، الطريقه اللي تريحك. عايزه اقول كمان معلومه، لو انت مش هتعملي اللحمه في حله الضغط، ممكن تاجلي خطوه تقطيع الكوسه شويه، لان اللحمه بتاخد وقت في التسويه. لكن انا علشان حله الضغط سريعه، فابتديت الاول بتقطيع الكوسه او جهزت الكوسه بتاعتي. هروح بقى على النار، وعندي حله فيها شويه من الزيت. اول ما يسخن وهنزل بالبصل كده، وهبتدي اقلبه لحد لما يدبل ويتكرمل معايا وياخد لون اصفر خفيف. هوريهولك دلوقتي. ادي الصلصه بتتسبك، وادي اللحمه عندي استوت طبعا بسرعه، حله الضغط بتبقى سريعه. تمام. اللحمه عندي مستويه 80% علشان ما تتهريش معايا جوه الطاجن. ده شكلها. هخرجها كده على طبق علشان تاخد كده تتشمع في الهواء وتمسك نفسها. وادي اللحمه هوريكم التسويه بتاعتها. تسويتها يعني مش
تسويه كامله، هي مستويه ولكن يعني مش مستويه قوي، ماسكه نفسها برضو. تمام. وادي الشوربه بتاعتي صفيتها وهخليها على جنب علشان هاخد منها في الطاجن بتاعي. ادي البصل بتاعي وادي اللون اللي انا عايزه اوصله. البصل دبل معايا واتكرمل واخد اللون دوت. انا يعني مش عايزه يعني اول حاجه البصل يا جماعه ما يغمقش عن كده وما يبقاش افتح من كده. تمام. ده تاني سر من اسرار الطاجن بتاعنا. اللون ده بيدي طعم حلو قوي لطاجن الكوسه. الكرمله دي بتدي طعم حلو جدا لطاجن الكوسه. ما نخليش البصل ني في ني. الطاجن هيبقى دلع يا جماعه. الكوسه اصلا دلعه واحنا عايزين نجود من طعمها. تمام. اول ما البصل ينزل معايا يوصل معايا للون دوت هنزل على طول باللحمه اديها تشويحه مع البصل وبعد كده هنزل بالكوسه بتاعتي. دي بقى الخطوه المهمه اللي قلت لكم عليها، بتخلي الكوسه محافظه على شكلها وما تتهريش معايا جوه الطاجن، وهي خطوه التشويح يا جماعه. اول ما الكوسه تدبل معايا وتشرب ميتها هنزل على طول بالصلصه بتاعتي اللي تسبيك التسبيك كامل. يعني الصلصه ما تبقاش نص تسبيك. الطاجن ده يا جماعه او الاسرار اللي انا بقول لكم عليها دي كلها ان احنا الكوسه ما تبقاش ني في ني. الكوسه لو ني في ني بتبقى دلعه يا جماعه. تمام. الكوسه لازم تتسبك، لازم يتسبك لها، يعني اسبك لها الصلصه والبصل بتاعي يكون متكرمل وكل الحاجات دي بتجود من طعم الطاجن معايا. نزلت بشويه من الشوربه وهسيبها تغلي كده على النار غلوتين، واظبط طبعا الملح بتاعي، لو محتاجه ملح بضيف لها ملح تاني. وانا برضو عايزه اقول ملحوظه، انا ما بحبش اكتر التوابل في طاجن الكوسه باللحمه. تمام. علشان احس بطعم اللحمه وبطعم الكوسه. يعني اخرج شويه فلفل اسود اللي احنا ضفناهم مع البصل مش اكتر من كده. كتر التوابل بيغطي على طعم الطبق مش بيخليه باين. تمام. يعني انا مش بخلي الكوسه تستوي ولا حتى ربع سوا على النار. انا بحب الكوسه تستوي كلها اول عن اخر في الفرن، هي ما بتاخدش وقت طويل. ادي الطواجن بتاعتي جاهزه والفرن بتاعتي سخنه طبعا على اعلى حراره. بحط الطاجن على اول رف من تحت. الطواجن في الفرن بتبقى على اول رف من تحت. اول ما تستوي بخرجها على طول. ممكن عايزه تديها وش على الشوايه اديها براحتك. وطبعا درجه الطاجن في الفرن، يعني انت عايزه فيه صوص طبعا زي ما انا بعمله كده براحتك. عايزه تنشفيه خالص في الفرن برضو براحتك، ولكن انا بحب الطواجن بتاعتي يبقى فيها صوص علشان لو احنا مثلا هناكلها مع رز او اي حاجه يبقى فيها صوص كده وتبقى حلوه وجوسي معانا. ادي احلى طاجن كوسه ممكن تجربوه في حياتكم. يا ريت تجربوه تقولوا لي رايكم في الكومنتات. مستنيه تطبقوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم. ادي اللحمه مستويه ومهريه والكوسه ماسكه نفسها، وطعم الكوسه يا جماعه خطير. جربوها وان شاء الله ان شاء الله هتدعوا لي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد قريب. ما تنسوش بقى اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.